Alpha. سوني في 2023 عاملين شويه كاميرات وشغل عظمه، مسقطين نقله كده وبيحاولوا يرضوا تقريبا جميع الفئات ومعظم تسعيراتها هي سينما لاين، تلاقي حاجات للفلوجز صغيره، تلاقي اي بي اس سي متوسطه، تلاقي فول فريم عظمه موجوده، واخيرا اللي من كام يوم الاي 7 سي مارك 2 والاي 7 سي ار. ففي الفيديو دوت هقول لك ايه الجديد في السوني اي 7 سي مارك 2 مقارنه بالاي 7 سي الاصليه، بما اني كنت مستخدم ليها لمده اكتر من سنتين وعايز اعرف بقى هل حلوا المشاكل اللي كانت بتواجهني ولا لا، وهقول لك برده الكاميرا دي لمين وتنفعك في شغل ايه. طب والاي 7 سي ار اللي نزلت معاها ايه نظامها؟ دي رينج تاني، فئه تانيه موجهه اكتر للمصورين الفوتوغرافي، مش اختصاصي قوي ومش هعرف اكلمك عنها، فلو عايز حد بقى بيفهم يفصص لك الكاميرا دي روح اتفرج على فيديو احمد خالد لسه منزل فيديو دلوقتي حالا على الاي 7 سي ار، لو اللينك تحت في الديسكربشن. اول حاجه يعني ايه سي؟ دي ما بقتش اسم كاميرا خلاص، دي بقت اسم فئه كامله هينزل منها كذا موديل. سي يعني كومباكت، صغيره محدقه كده في الايد، محموله تتحط في الجيب، الفيو فايندر صغير قوي مش بارز، الماسكه بتاعتها مش كبيره او في نفس الوقت برده مش صغيره. هي دي النقطة اللي خلتني اشتري الاي 7 سي الاولانية، لانها حرفيا اصغر وارخص كاميرا فول فريم في العالم، وموضوع الحجم ده ميزة كبيرة قوي في كذا سيناريو. لو انت بقى من الناس اللي بيطلعوا بقى يصوروا اوت دور بقى وران اند جان والفلوجات اماكن مش مسموح فيها التصوير وبتسافر كتير ومعكش مساحة، فساعتها هتقدر حجم الكاميرا الصغير ده مقارنة حتى بمنافسينها. الموضوع هنا ما اتغيرش في الجيل الجديد، زي ما هو نفس الحجم وكل حاجة، وزاد عليهم كمان زراير اكتر تخليهم بقى يعملوا اللي انت عايزه. الجيل الجديد كان من اول الكاميرات اللي فيها شاشة بتطلع وبتلف، ولكن ما كانتش فول تاتش، دلوقتي بقت فول تاتش كنترول وبالمنيو الجديد كمان اللي اسهل بكتير. نخش بقى على المهم واللي جوه الكاميرا بقى، والسنسور اللي موجود هنا اللي بقى 33 ميجا بكسل، وبقى تقدر تصور 4 فريم 4K اوفر سامبلد 7K، تاخد شاربنس قويه، وكمان 10 بت 422 بدل 8 بت. دي من اكتر الحاجات اللي كانت مضايقاني او معسفاني شويه في الاي 7 سي، انها بتصور 8 بت بس ما بعرفش اصور اس لوج 3 وكده، فابجريد ملحوظ قوي. زائد انها بقت دلوقتي تصور 4K 60 فريم، هو هيكون بكروب ولكن في الجيل القديم ما كانش فيه، وال 120 فريم على فول اتش دي، فبقت شاربنس اقوى، الوان احسن. الموضوع ده يتعكس معاك في الفيديو وكمان في الصور. دلوقتي بقت كاميرا هايبريد ممتازه، لان برضو الاي 7 سي الاولانيه ما كانتش كاميرا تصور قوي، فدي تقدر تعتمد عليها دلوقتي جدا في الاثنين. بقى فيها اس سينيتون، ده بيكتشر بروفايل من سوني شكله حلو جدا مش محتاج تعديل قوي. كنت بقى بفضل احاول ازاي احاكيه في الاي 7 سي الاولانيه، وافضل بقى اظبط الجاما والساتوريشن ومش عارف ايه، في الاخر ما بيطلعش معايا مظبوط خالص. جايه باحدث فوكس سيستم من سوني زي اللي موجود في الاي 7 ار 5، وعندك برضو مميزات من الكاميرات الجديده زي الاوتو فريمنج، تايم لابس مود، واللات امبورتنج والحاجات دي. فبعد كل ده ابجريد محترم عن الاي 7 سي، تقريبا كل الحاجات اللي ناقصاني بقت موجوده هنا اهو، والسعر ما زادش قوي، سعرها الرسمي $2200 لكاميرا هايبريد صور وفيديو ممتازين، وهتحس كده انك اشتريت اي 7 4 بس وفرت شويتين. طيب ايه الفرق ما بينها وبين الاي 7 4؟ لانك لو متابع هتحس انك سمعت نفس الامكانيات دي قبل كده في الاي 7 4، ولكن الاي 7 4 البيلد كواليتي بتاعتها اقوى شويه، فئه ثانيه اعلى شويه، فيو فايندر اكبر محطوط في النص اريح للبروفيشنال اكتر، ومن اهم الحاجات ان فيها دوال كارد سلوت، مكانين لكارت الميموري ولكن هنا في مكان واحد، وبرده هناك فيها فول اتش دي ام اي ولكن هنا ميني. مش حته احسن ودي مش بديل لدي، بس كل واحده لنوع معين من المستخدمين. يعني الاي 7 4 كاميرا هايبريد احسن، ماسكه العصايه من النص وفيها حاجات زياده زي ما وضحناها، والاي 7 سي مارك 2 مياله اكتر للفيديو، وفي نفس الوقت هتديك برضو اداء كويس جدا في الصور بس تجيبها اكتر للفيديو. الاي 7 4 متكامله اكتر. بص دي اكيد مش للمبتدئين، ده حد فاهم تصوير وعايز يخش للليفل الاحترافي، هتطلع منها ماتيريال محترمه قوي. وبرده لو انت معاك كاميرا كروب فريم اي بي اس سي وعايز بقى تتنقل للعالم الفول فريم، فهتبقى بدايه كويسه. واكيد طبعا هتفضل محافظ على الشكل والحجم الصغير، لان ده الغرض الاساسي من الفئه دي، سي كومباكت. وحاجه كمان قالوا عنها وهي اللينس دي ال 1635 الجي ماستر فيرجن 2، طبعا عدسات الجي ماستر توب اوف ذا لاين اعلى كواليتي، ال 16 وايد جدا حلو قوي في الفلوجز الريل استيت حاجات كتير، وفي نفس الوقت برده بيديك حاجه تايت على 35 وكلهم على 2.8. طبعا بما اننا بنتكلم عن كاميرات صغيره وخفيفه، فبرده اللينس دوت نفس النظام بيساعد على الموضوع دوت، عملوه اصغر عملوه اخف، الفوكس بريزنج بقى اقل، كمان المينيمم فوكس ديستنس بقت قريبه اكتر، برده اللينس ما بقاش يطلع قوي، فلو انت مركبها على جنبل مش هتضطر توزنه من اول وجديد. فالعدسات الجديده كلها بيحاولوا يخليها صغيره
صغيره، يعني حرفيا العدسه دي وال 2470 مع ال 70-200 ده اخف واصغر ترينيتي سيستم في العالم. انت معاك من اول 16 لحد 200 في اصغر لنسات ممكنه. بس يا سيدي اتمنى يكون الفيديو دوت ساعدك تختار شويه انهي كاميرا احسن لك، ما تتسرعش وركز وانت بتختار الكاميرا، لان دي استثمار. يعني هي حاجه بتجيبها مش زي الموبايل والحاجات دي اللي هو ممكن تغيرها، لا دي بتقعد معاك كتير، ودي بيبقى جزء من شغلك انت بتطلع منها فلوس. فاختار حاجه تريحك، اتفرج على فيديوهات تانية، اسال ناس مجربه، خش على الجروب، ادخل على اللينك تحت في الديسكربشن واعرف اكتر عنها. وسقفه سوني والله على الكاميرات العظمه بتاعت السنه دي، وقول لي في الكومنتات انت تختار ايه. اعمل لايك وسبسكرايب وسلام.